السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل كيكه الكوكيز، وصفه سهله وسريعه طعمها خطير. لما نشوف مع بعض المقادير قبل ما نبدا الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. المقادير عباره عن كوبايتين وربع دقيق، نص كوبايه سكر بني، انا حطيت نص كوبايه سكر ابيض، عليهم نص معلقه عسل ونص معلقه بيكنج باودر، ونص معلقه بيكنج صودا، وبيضه عليها معلقه فانيليا، وكوباية سمنة. هخلط السمنة اللي بدرجة حرارة الغرفة مع السكر، هفضل اقلبهم كتير لغاية اما السمنة تبقى لونها فاتح كده والسكر يدوب. ما تزوديش عن نص كوباية لان هنحط شوكولاتة كتير فما تبقاش مسكرة اوفر، هي كده طعمها مظبوط بالظبط. المقادير بالجرامات هتبقى مكتوبة في صندوق الوصف. بعد ما حطيت البيض كده والفانيليا هبدأ اقلبهم شويه، وبعدها احط الدقيق والبيكنج باودر والبيكنج صودا. هبدأ احطهم بالتدريج واحده واحده كده لغايه اما العجينه تتكون معايا. بعد ما العجينه اتكونت كده هبدأ انا احط الشوكولاته بقى وهعجنها كده شويه، وهقسم العجينه جزئين. هجيب صينيه، اي صينيه متوفره عندنا، هفرد عليها ورق زبده وهبدأ افرد النص الاولاني على الصينيه. نقدر نحط اي نوع شوكولاته، اي شوكولاته متوفره عندنا. انا حطيت شوكولاته اللي هي المكعبات دي، ساحت وكل حاجه وكانت جميله. هبدأ افرد الجزء التاني بقى بالورق الزبدة، واحاول بقى ان انا احط صينية كده عليها عشان احاول اجيبها مظبوطة على قدها يعني. وطبعا الحتة كده يعني فاهمة، نظبط كده بايدينا وبس كده خلصنا. نحطها بقى في فرن على درجة حرارة 180، ما بتاخدش وقت خالص، بتقعد من 10-15 دقيقة. اول ما تحمر كده من تحت هبدأ ارفعها على الشواية تاخد لون كده وخلاص. كان طعمها جميل قوي وكانت ريحة قلب الشقة. كده وصلنا لنهاية الفيديو، وانا عاوزة بس اسأل سؤال: لو الاغاني اللي انا بحطها او الموسيقى اللي انا بحطها دي حرام قوليلي في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة